موضوع القسط اللي طرح النهارده، لان في ناس كتيره محتاجه تفهم الديتيلز بتاعت الموضوع ده ايه. لان الموضوع ده علشان يتم ده ديل بنك، وديل بنك شركه كبيره زي شركه دايموند الوكيل بتاع ميتسوبيشي مع السعودي جروب. تم عمل اتفاق مع البنك الاهلي الكويتي اللي عمل الديل ده. والديل ده انا شايفه ان هو من اقوى ديلات البنوك اللي متاحة حاليا في السوق. بس هو محتاج شرح، ومحتاج شرح يعني مفصل. علشان كده بقول للناس يا ريت الناس كلها تجمع، ويا ريت شير، لان الديل ده معمول لفترة مؤقتة وهينتهي. ساعتها هنتلاقي الناس، هو دايما الممنوع مرغوب، فانت هتلاقي الناس بعد ما يخلص يا استاذ محمد الديل ده مستمر، الديل ده انتهى، الديل ده مش عارف ايه بتاع. فاغلب الناس يا ريت تستفيد بقصة العرض اللي نازل اللي انا هتكلم فيه دلوقتي. والعرض ده عشان يجي يعني قاعد في مشاورات ومهاترات ويمين وشمال عشان تيجي بالمقدم ده وتيجي بالقيمة السعرية دي. اغلب الناس النهارده عارفين ان كل العربيات عليها اوفر برايس. يعني عربيه زي الصاني النهارده وصل ثمنها 500 و500 وشويه. عربيه زي الهيونداي الاكسنت واصله نفس الارقام، يمكن اقل حاجات بسيطه. طيب ايه الديل بيقول ايه؟ الديل بيبدأ معاك اولا من 30% مقدم، و40% مقدم، و50% مقدم. تاني 30% مقدم، 40% مقدم، 50% مقدم. هنحتاج ورق في الكلام ده كله خالص اطلاقا بصورة البطاقة. بس اهم حاجة يكون البطاقة مظبوط فيها الوظيفة بتاعتك، سواء موظف او سواء صاحب عمل. طيب صاحب العمل مكتوب في البطاقة بتاعته، ظهر البطاقة، ان هو مثلا صاحب شركة كذا، هينزل لك استعلام عشان يتأكد ان انت صاحب شركة كذا. طب الوظيفة مكتوب فيها مثلا المدير المالي في شركة كذا، هينزل لك استعلام يشوف ان انت فعلا مدير مالي في الشركة دي ولا لا. انما ورق، هم مش عاوزين ورق عشان تبقوا انتوا عارفين. والديل ده معمول مع، عشان انا عارف ان الناس اغلب الناس هتقول لك معمول مع بنك ايه؟ معمول مع البنك الاهلي الكويتي. معمول مع البنك الاهلي الكويتي، مش كل البنوك، هو البنك عامل ديل مع الشركة الام. تمام. طيب هل الديل ده بالنسبة للناس كويس؟ حبيبي يا عمور تسلم لي يا حبيبي، رمضان كريم عليك يا عسل. هل الديل ده بالنسبة للناس كويس؟ بالنسبة للناس كويس. انت النهاردة لما تدفع مقدم 130 ألف جنيه، 130 ألف جنيه ما يجيبوش حاجة بالمناسبة. يعني 130 ألف جنيه ما يجيبوش ليك لانسر موديل 2005. ما تجيبش لانسر 2005. 30% على المتسوبيشي الأتراج، يعني 130 ألف، 133 ألف أو 134 ألف تقريبا على المتسوبيشي الميراج. فالأرقام دي أرقام فعلية جاري التنفيذ بيها. أسعار العربيات في الكاش واحدة 440 وواحدة 455. دي الأسعار بتاعت العربية نفسيها، عشان لو حد حابب يشتري العربية كاش. ودي الأسعار المعلنة وجاهزة للتنفيذ، وأظن الأسعار دي يعني تقريبا الرسمية، فجاهزين للتنفيذ والناس عندهم قابلية. لأن من الصعب جدا النهاردة اللي انت تجيب عرض، وأنا لما عملت كده بعمل كده علشان خاطر المستهلك النهاردة في أزمة. في ناس كتيرة محتاجة عربيات، السوق عطشان جدا جدا جدا. فبالتالي انت محتاج اللي انت على الاقل هنسعى في اكتر من اتجاه بحيث ان نشوف انسب عرض موجود ايه وهنقدمه لحضراتكم. وانا كنت اتكلمت في الموضوع ده، اعوذ بالله من كلمة انا، اتكلمنا في القصة دي من حوالي اكتر من 20 يوم او 25 يوم. كان الاتفاق لسه مخلص ما بين دي الشركة نفسها وما بين البنك. لان انتوا زي ما حضراتكم عارفين دي ديلات كبيره مع بعض، شركه وبنك. فعلى بال ما خلص ابتدينا اللي احنا نعلن عنه ونقول للناس ان تم الاتفاق مع كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا من اول ما نزل الاعلان النهارده، انا عاوز اقول لكم ان الواتساب ما شاء الله يعني داخل في 500 600 رساله. التواصل بيبقى من خلال مندوب البنك.
بعد ما اخلص على طول باذن الله هسيب رقم تليفون الاستاذ محمد رمضان، ده الريليشن مانجمنت بتاع البنك الاهلي الكويتي، الار ام بتاع البنك الاهلي الكويتي، بحيث اللي محتاج سواء ميتسوبيشي ميراج، اتراج، اكسباندر، اكليبس، هيتواصل معانا من خلال الواتساب، ونتواصل مع البنك من خلال رقم الريليشن مانجمنت. كده احنا فهمنا الديتيلز كاملة، علشان ناس كتيرة جدا 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 كانت محتاجة تفهم الموضوع ده. حبيبي يا احمد يا وهبة جميل، كل سنة وانت طيب وبخير وسعادة يا رب. ابو عمر، حبيبي يا ابو عمر، رمضان كريم عليكم جميعا وعلى الامة الاسلامية، وخلاص ده كلها ايام كده ان شاء الله، وندخل شهر كريم فضيل له روحانيات خاصة كده. وانا في اخر الفيديو ان شاء الله عاوز اتكلم في قصة رمضان ان شاء الله، وتعملوا ايه كده، ونخليه كده بهجة وسرور علينا كلنا، مع ان وجود ازمات ووجود مؤثرات مالية على اغلب الناس. بس اكيد الرزق فيه بيبقى كتير جدا، واكيد الخير فيه بيبقى كتير جدا، وهم 30 يوم بيجوا في السنة مش هتعوضوا، بتستناهم كل 12 شهر، فانت بتستنى 30 يوم كل سنة. فهنتكلم فيها، بس خليها بس ايه في اخر اللايف،